السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الشباب أينما كنتم وأينما حللتم. حديثي إليكم اليوم عن الأخلاق. ما معنى فلان خلوق؟ وما معنى أهمية الأخلاق في عقيدتنا نحن المسلمين؟ الأخلاق هي خصائص وخصال تظهر في علاقة الإنسان بذاته عند تعاملها مع الآخرين، فيتحلى بأخلاق حميدة تنجذب إليها الفطرة السليمة، وبها يحب الناس هذا الإنسان الذي ظهر بهذه الخصال وبهذه الخصائص الأخلاقية الحميدة. والله سبحانه وتعالى في القرآن أثنى على نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق، خصال فطرت عليها وجملت بها، فهي خصال عظيمة، خلق عظيم. والرسول نفسه يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معنى ذلك أن الأخلاق كانت موجودة والنبي جاء ليتمها ولينميها ويحييها في أنفس الناس. وعائشة تقول: وكان خلقه القرآن، بمعنى أن القرآن كان يتجسد في تعامله مع الآخرين. هذه هي الأخلاق الحميدة الجميلة، وهي ثقافة يتربى عليها الإنسان في أسرته أولا بين أبويه، ثم في حيه ومع زملائه، فهي تكتسب أيضا، تكتسب من الآخرين. وممكن أن يصاب الإنسان بعدوى سيئة من أعمال غير أخلاقية، بمعنى تصرفات لا تقرها الأخلاق الجميلة. ولهذا لابد أن يختار الإنسان أو الشاب زملائه الذين يصاحبهم، فإذا كانوا هؤلاء الزملاء مربين على أخلاق حميدة فسينقلون إليه هذه الأخلاق الحميدة. وإذا كانوا على أخلاق سيئة حتى أصبحت العادات السيئة والتصرفات السيئة جزء من تكوينهم، فسيعودونه لا محالة ينقلون إليه التصرفات السيئة. لهذا نقول إنه الأخلاق يا شباب هي تكتسب من الآخرين أيضا. فعندما تصاحب أناس أو ناس عندهم أخلاقيات جميلة، فإنك أنت تتأثر بهم وهم يعودونك على هذه الأخلاقيات الجميلة فتكتسبها. عشان كده الشاب من المهم جدا أن يختار الزملاء وأن يجالس الطيبين، لأنه كما جاء في الحديث النبوي أن جليس السوء والجليس الصالح كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك يعديك بالطيبة، الرائحة الطيبة، ونافخ الكير يحرقك أو تشم منه رائحة كريهة.